السلام عليكم البنات. نبداو نهارنا بالصلاة والسلام على رسول الله. اليوم راح ندخلوا للكوزينه نوجدوا الفطور تاعنا. حايرين واش طيبوه، راح نوجدوا مع بعضنا طاجين الكباب في الكوشه ونديروا خبز الدار حبوباتي مع بعضنا. نبداو حبيباتي الوصفات على بركه الله. نجيبو هكذا كوكوطه نحط فيها نص صدر تاع الدجاج، تحبوا البنات جنحين، تحبوا فخاذ الثومه واش عندكم. نروحوا كيما عودتكم حبيباتي نقليوهم، نحمروا الزيت تاعنا هذيك هي البنه تاع الكوكوطه نتاعنا. هنا رحيت حبه بصله، وزدت معها مع واحده شلوط، وهنا المعدنوس، ورحيت ثاني نص قرن حار يمد لي واحد البنه في البصله. نص نحيت ودرت به الشربه. ولا هنايا اني دوك ندير الثوم، الشربه ما نديروش فيها الثوم، هنا هاني ندير في الثوم باش نديرو طاجين الكباب تاعنا. نديرو ثاني الكركم، نديرو فلفل الاحمر الحار، شويه فلفل الكحل، نوجدوهم هذو كامل مع بعضهم التوابل، وندير لهم شويه تاع ماء ونخلطهم حبيباتي هكذا كما راكم تشوفوا. ونخشوا حبيباتي نروحوا نطلعوا على الدجاج تاعنا. ها وبدا لهنا يتحمر، ونلوح هذيك البصله تاعنا مع لي زيبيس كامل. ولا هنا ها هو الحمص، نلوحوا شويه حمص ونمرقوا ونسكروا الكوكوطه تاعنا. نروحوا نجيبوا حبه بطاطا هكذا نقطعوهم بالطول. هنا يعني قليت. ولا هنا نحيو شويه اصوص تكون بارده ونزيدوا لها بيضه ولا زوج واش عندك، ونخلطهم. نسقموا في المولد تاعنا البطاطا، ونحطوا نفتوا الدجاج هذاك تاعنا ونسقيوها كيما راكم تشوفوا بالمرقه والحمص اللي طيبناه، ونخليو شويه حبيباتي باه كي نحطوا في الطبسي نسقيو. خاطرش كل دوك ندخلوها للكوشه ونخرجوها لشتا فيها لاصوص بعدا تشرب، نخليو شويه باش من بعد نزيدو كي نحطو في الطبسي تاعنا. نخلطو مليح هنا لاصوص مع البيض ونكبوهم من الفوقه، ونجيبو المعدنوس نحطوه من الفوق، ونديرو رشه خفيفه تاع فرماج رابي ولا نتوما واش عندكم حبيباتي. هكذا رشه خفيفه بركه، ما ديروش بزاف ماهوش قراطه. هكذا شوفوا كيف راني الرابي حبيت برك خفيف، وندخلوها حبيباتي للكوشه. شوفوا الله يبارك بعد ما هاي دوك هنا قلنا لكم هاي بعد ما طابت قلت لكم شوفوا كيفاش تجي حبيباتي. نروحوا لهنا حبوباتي، نجيو نديروا الخبز الدار تاعنا. نحتاجوا راهم مقادير البنات مضبوطه. نجيبوا زوج بوليت تاع حليب دافي، نديروا غرفه ونص ولا تاع خميره تاع المطلوع، نديروا 3 ملاعق سكر ولا زوج، نتوما واش تحبوا. كما راكم تشوفوا هنا عندي ايورت طبيعي يحسن لنا العجينه تاعنا تاع الخبز الدار. ونزيدوا بيضه ونخلطوا كلش مع بعضه. وهنا نديروا ربع غميقه تاع الكيله اللي درنا بها، ربع الكيله تاعها تاع زيت، ونحطوا شويه جنجلانيه، شويه حبه الحلاوه، ونخلطهم. ولا هنا نجيب زوج غمايق تاع دقيق، لهنا طاحت لي هذيك من هاك دقيقه. ونشوفوا لهنا كي نشوف هكذا يجوني حتى واحد زوج خبزات لثلاثه، زوج خبزات وواحده صغيره. نشوفوا الملح بعينينا، درت قيس زوج خبزات هنا. ونجيب لهنا كيله تاع فارينه، وندير معاها واحده خميره كيميائيه تاع الكاطو. لهنايا البنات انا استعنت بالبيتخان البنات تجي واحد العجينه وحدها فرغانه وخفيفه تجي هايله. اني لهنا حاطاها، شوفوا اني دورت لكم البيتخان، شوفوا كيف راني نعجن. سما زوج كيلات دقيق وزوج كيلات فارينه. شوفوها نخليوهم يستراحوا يريحوا لهنا. وشوفوا ولا تشرب لكم نزيدوا نص كاس حليب ولا ما دافي، نتوما واش عندكم. مهم تكون العجينه تاعنا خفيفه. نحي العجينه تاعنا ونحكموها نلوزوها. انا درت لي 3 قرص، درت 3 قرص صغار، وهما يجيو زوج بلاطوات كاري كباره. جا واحد الخبز البنات هايل هكذا. ونحطوهم يستراحوا شويه، وبعد نقرصوهم كما راكم تشوفوا. هاني لوزتهم هنا، هاني نقرصهم. شوفوا البنات هنا قرصوهم رقيق. اللي تحبوا خشين وبعد تنحي البابه، انا ما نحبش، انا نحب كي ناكلو البابه تاعو خفيفه ولازقه، ماشي ديك اللي طير وحدها يجي هايل.
لهنا هذه حبيت نديرها على شكل وردة، ونديرها نفطروا بها الشربة، نشربوا ناكلوا بها الشربة. دوك نديرها بالفورميج رابي والزيتون ومنه، والاخر خبز الدار سامبل خليته ثاني ناكلوا بيه ونسحروا بيه ثاني. منها نخدموا منه ومنه. شوفوا البنات كيفاه نقسموا، كيفاه ندخلوا من التحت هكذا ونديروا الوردة تاعنا هكذا. حبيباتي رانا كامل حاصلين في الكوزينه. نتمنى راني فايدتكم بالميني تاعي، واش راني ندير باه نحي لكم شويه حيره. كاين بزاف اللي راهي حيره واش الطيب مع الغلاء هذا، وكاين كل وحده وظروفها. ربي يقدر جميع المسلمين والمسلمات، ربي يقدرنا اجمعين، خاصه الفقراء. لهنا هام هذو بعد ما خمروا لي شوي درت بصباعي هكذا كيما راكم تشوفوا. تحبوا ديروا بالفرشيطه البنات الديكور، كل وحده واش تحب دير. هذا نقولوا له خبز الدار تاع الدقيق. ها شوفوا كيفاه جا. هاني درت لهنا في البيضه. كي ديروا البنات بيضه كامله ديروا شويه مغرفه صغيره تاع خل، شويه زيت وقهوه، وخلطوهم. الخل ينحي هذاك البيض ينحي له هذاك كيما يقعد لزج، يتنحالو ويمشي لك نورمال فوق الخبز الدار. هنا راني ندير في الجلجلانيه والسينوج وحبه الحلاوه ثاني تمد واحد الذوق هايل في الخبز حبيباتي، مليحه هايله. هاني لهنا شوفوا راني ندير في الزيتون. هذه قلت لكم درتها للشربه، نجوزوا بها الشربه. جا واحد الخبز حبيباتي خفيف هايل هكذا كما راكم تشوفوا. نتمنى راهم عاجبينكم الوصفات اللي راني نحطهم واقتصاديين هكذا. كيما هذا فطور خفيف ظريف. وبقات لي من خبز الفوكاشيا بقى لي شويه عليها، ما حبيتش ندير طبق اخر بيتزا ولا بوريك ولا، وتنزيدوا خبز الدار مع خبز الفوكاشيا هذاك ياسر علينا. شوفوا الله يبارك فيها طابت الخبزه تاعنا. وشوف كيفاه جا خفيف. هنا بنتي دارت المحلبي، وبنتي الاخرى دارت التيراميسو في الليفيرين. هنعطيكم مقتطفات برك. حطت ليفيرين وجدت القهوه لهنا. هاي الكاطو كيفاه تشمخوا تحطوه في الليفيرين. اللي ما تعرفش والله نعتلها واش درنا، حاجات خفيف ظراف برك للسهره. قلت لكم انا مانيش من النوع اللي يروح يشري من برا، عندي الاولاد في الدار وهذاك يحبوا التحليات نوجدهم في الدار. نديروا زوج ايورتيت فلان كراميل مع كاس شانتيي ونطلعوهم حبيباتي ونديكوريو بهم، ونديروا الفريز والبنان الجود بالموجود، ونديروا من فوق الكراميل تاع الفلان. وهكذا وجدوا حبيباتي البنات، ربي يحفظهم لي السهرة والصحة فطوركم وصحة سحوركم، ودمتم في رعاية الله